وعشان نقدر نمارس عادة جديدة ممكن ما تكونش جذابة بالنسبة لك، هنعمل حيلة صغيرة كده، وهي ان احنا نربط عادة جديدة لسه عايزين نتعلم ممارستها بعادة قديمة احنا بنستمتع بيها بالفعل. يعني هنستخدم نظرية تكديس العادات اللي اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت، وهي اني اربط عادة بعملها بالفعل بعادة جديدة عايز اكتسبها. عايز تواظب على مروح الجيم وحاسس ان الموضوع ممكن يكون صعب وتقيل عليك شوية؟ ما بدل ما اروح الجيم كان زماني قاعد على القهوة مع اصحابي بنضحك ونلعب ونهزر. يا سيدي خلاص ما تزعلش، متعود تقعد مع اصحابك، خد صحابك معاك الجيم، اهو بدل ما بتهزروا على القهوة وانتوا بتلعبوا دومينو هزر في الجيم وانت بتشيل حديد. جربت الموضوع ده معايا ابني، هو مش بيحب مادة الرياضيات خالص. يوم درس الرياضة ده قبل الحصة بساعة فجأة كده وبدون اي مقدمات حواجبه توجعه، او يدخل ينام نوم اهل الكهف كده قبل الحصة بنص ساعة واقعد اهاتي عشان اصحي فيه ولا حياة لمن تنادي. قلت له تعالى يا حبيبي، هو مفيش حد من صحابك معاك في الدرس ده؟ قال لي في 2 3 كده بس يعني مش صحابي قوي. قلت له لا ودي تيجي، واصحابك حبيبي بياخدوا عند مين؟ قال لي عند نفس المدرس بس هم في مجموعة تانية. قلت له لا ما ينفعش، ربنا ما يفرقوش ابدا، ودي تيجي، هو الواحد ايه غير صحاب وشويه حاجات كده فوق بعضيها. انت تشوف ميعاد المجموعه التانية واحنا نحاول نظبط مواعيد بقيه الدروس على ميعاد المجموعه دي. وفعلا الحمد لله التزم وبقى يروح الدرس وخف من كل الامراض، وحتى لو نام قبل الدرس بشويه ولا حاجه مجرد رنه صغيره من اي واحد فيهم بتخليه ينط واقف، وقدر ان هو يتخطى غلاسه الرياضه على قلبه في مقابل الصحبه الحلوه واللمه. ومن هنا لازم نكون عارفين ان السلوكيات اللي بنتبناها دايما بتتاثر بشكل كبير بالمجتمع اللي احنا بنكون عايشين فيه. فالطبيعي ان احنا بنتاثر بشكل كبير باهلنا وباصحابنا وقرايبنا وبالمجتمع والناس عموما.